لدي اتصال من محمود شاهد عيان من مستشفى التأمين الصحي بالسويس. محمود، نحن شاهدنا منذ قليل لقطات لبعض الشباب تم إطلاق النار عليهم من قبل مدرعة تابعة للجيش كما رأينا. هل لو تطلعنا على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بهذه الإصابات، وهل هناك قتلى وكذلك نوعية هذه الإصابات؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هو دلوقتي حتى الآن ارتقى شهيدين من الشباب صغير السن، تتراوح أعمارهم من 23 أو 25 سنة. الإصابات كانت بالغة جدا، وصلت ل 10 إصابات برصاص حي. في كانت واقعة حصلت واحنا موجودين وانا شاهد عليها، ان في شاب خد رصاصه في صدره وتم وضعه في سياره الاسعاف، ولكن للاسف حتى الان هذه الواقعه من الساعه 3:30 حتى الان الساعه 5 وشويه الجثه لم تصل للمستشفى او تصل لمشرحه السويس العام. غير كده ان قائد الجيش الثالث الميداني قائد اسامه عسكر، اللواء اسامه عسكر، عمال افتكر اسمه اسامه عسكر ده. بيشرف بنفسه النهارده وراكب العربيه الجيب ويلف عشان يفض المسيره الثوار الشرعيه. اللواء اسامه عسكر قائد الجيش الثالث الميداني يشرف بنفسه على هذه العمليات. نعم. طب عندنا من الشرقيه يتجول في جميع الشوارع، لمحاوله الفض الفاشله حتى الان، وصمود الثوار السويس في وجه الانقلاب الغاشم حتى الان، وفضل الله الثوار صامدون حتى يعني منذ قليل حتى الان. طيب، أنت تحدثت عن